قصدكم آخر فيديو نزلته من حوالي 4 شهور. وقف. معاكم العبيط اللي كان يحسب انه 4 شهور هلبة بعد المونتاج. حاليا مش منزل لي 4 شهور بس، لا لي 7 شهور اخر فيديو نزلته، يعني لي تقريبا 3 شهور مونتاج هذا الفيديو. حسيت اني منتج في فيلم افاتار، اوكي مش لدرجة اني منتج لي 3 شهور لاني ما فضيتش المدة اللي المهم حبيت نوضح هذه النقطة وخليكم مع الفيديو. لا الصراحة زودتها وعيب اللي قاعد ندير فيه، صح ولا؟ الصراحة صدمة، ما كنتش نحسب لي 4 شهور. اوكي ليش الكذب الزايد؟ هو اصلا هذا هو جدول التنزيل متاعي، حتى الفيديو اللي قبله نزل من حوالي 7 شهور واللي قبله من سنة، حتى هلال العيد يطلع اكثر مني. لكن زي ما تعرفوا للاسف يعني عندي حياة واقعية قاعد نعيش فيها وخدمة زي الهم فوق راسي. وطبعا اليوتيوب في ليبيا ما بياكلش عيش اصلا، لهذا انا مضطر نعيش حياة العبيد ونخدم عند حد باش يوكلني عيش. المهم ما علينا من هذا كله. المدة اللي فاتت صارت هلبة حاجات استفزتني، وحان الوقت اني نتكلم عليها كلها مع بعضها في فيديو واحد، وهو هذا الفيديو. لكن لاحظت شيء، وهو ان كل هذه الامور المستفزة اللي صارت ترتبط بشيء واحد، وهو البعد على الاخلاق والدين. انت وقف نحي ايدك نشوف فيك. انت اللي لما قلت اخلاق ودين جيت بتطلع من الفيديو لان الكلمة ضايقتك، وتو ممكن بينك وبين نفسك تقول هذا يستشرف، هذا مش عارف. لا الكلام اللي في الفيديو هذا انت بالذات الشخص اللي كنت تطلع من الفيديو نبيك تسمع، ولا ما تخافش مش حنهزبك تقريبا. مش بالعربي يا اخوي، تعب على الفيديو على خاطرك، بالله عليك راجع روحك ما تذلنيش. خير شباب، شحالكم شخباركم شنو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. اخوتي واخواتي في الله، قبل كل شيء كلامي هذا واستدلالي بآيات من القرآن لا يدل على حسن خلقي أو إني نستشرف، لكني أنكر المنكر والخطأ. مش لأني شيخ، لا لأن بجديات شيء مستفز التبرير للغلط واللي قاعد يصير من انحلال، ومش راح نسكت ولو إن الكلام هذا خالف رغباتي وهواي ولا جزر المهم ولو ان الكلام اللي نبي نقوله يخالف رغبات نفسي، الا اني اعرف الصح والغلط والحرام والحلال، وزي ما نعرف كلنا النفس اماره بالسوء. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. المهم زي ما موضح في عنوان المقطع، اليوم نبي نتكلم عن المراهقين بالتحديد. لكن قبل ما نبدا نسفه، قصدي نعطي رايي في المراهقين، خلينا نكون كلنا متفقين ان كل واحد فينا في فتره مراهقته دار شيء يجلب العار لقبيلته. ضروري في الفتره هذه لازم حد يدير شيء يجلب العار. انا عن نفسي لحد الان نتذكر في شيئين. الشيء الاول هو ان لما يكون البنزين سخون كنت ناكل فيه بالكشيك. سامحوني للاسف، يعني الصراحه ما كنتوش متوقعين هذا، لكن للاسف درت هذا الشيء. شيء ثاني هو اني زمان كنت لما نتفرج على سبيستون ويجي كوكب زمرد كنت نحب نتفرج عليه همتار. كانوا كاتبين على كوكب زمرد كوكب للبنات فقط، وانا نقعد نتفرج عليه همتار. برو ما تلومونيش، اغنيتها كانت تعرفون من هو همتار، مخلوق حلو صغير همتار. وانا لحد هذه اللحظه قاعد نادم على هذه الافعال. لهذا لما نجي ننصحكم اليوم، صدقوني نصيحتي نصيحه محب، ما نبيكمش تتخذوا قرارات وانتم في فتره طيش ومراهقه وتندموا عليها لما تكبروا. في الاول فكرت اني نتكلم على مراهقين السكيت بورد والعمق وخلاص، لان الفتره هذه بالذات منتشرين بشكل مش طبيعي على الانستغرام والتيك توك. لكن قبلهم نبي نتكلم على نوع تاني ما فيش حد ركز عليه، نوع من المراهقين اعمارهم من 12 وتوصل حتى لل20، وانا نحب نسميهم مراهقين الشموخ. هذا النوع من المراهقين تلقاه نفسيته متقلبة بين الصباح والقايلة والليل. مثلا الصبح ينزل لك ستوري أصبحنا وأصبح الملك لله، وفينا دخان وطاسة قهوة. وفي فترة القايلة للعشية ينزل لك صورة مع صاحبه ويكتب عليها نعيشوا شامخين ما يذلنا حد، انت ولدي اللي ما جابتش يمي. وضروري يركب لك عليها أغنية مغربية ولا جزائرية. عرفتها هذيك الأغنية اللي فيها لحن تاع مش عارف كيف نفسره لكم الزبدة، من بيش نحط. المهم يستخدموا فيه في الآلة هي الأغنية تكون عبارة عن انت حبيبي وخويا وانت في قلبي ساكن يا زبده حاجه زي. وفي طبعا من يحط لك راب ليبي، لكن هذا الاغلب. اما في فتره الليل ينزل لك ان كل اصحابه خانوا، مش عارف من هو البنجله اللي كان مصور معاه الظهر ولا العشيه. واما لو ما فيش خيانات ضروري ينزل لك على زوجته الالكترونيه السابقه اللي خانته، ويكتب لك في ستوري تبي ترجع لي لكن انا ما نرجع لهاش لانها بنت طوط. السبان عندهم شموخ، انا واو نسب قدام الكل شوفوني مليح، ويحط لك في هذاك ستوري اغنيه كلها سبان. والمشكله لو يعرف بيه ابوه يحشي له الهاتف في فمه، ولما يتاخر
غليل زياده يبدا ينزل لك في صور انه في يده حشيش وشيش سكير على اساس اني متوحش. وطبعا اللي فات كل هذا على المهول اصحابه اللي ينزل عليهم في ستوريات. ايه هم هذم اصحاب السوق اللي يوقفوا معاك لو صارت عرض، هذم اصحاب السوق اللي يوقفوا معاك في اي مشكله يا غالي. والمشكله صاحب هذا ممكن يبيع بطرف حشيش او شيش سكير لو كان ما عندهش اي فلوس، ولو انه يقول لك انت اخويا وولد امي وانت الصقر فوق، والله لا ما يبيع. لا ولا الاسوأ واللي ناسينا كلنا انه يوم القيامه راح يكون صديق السوء هذا اكبر والد اعداء، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ايه لهذا ما تكونش عبيط وصاحب ناس عليها قيمه. واما تو نجولي مراهقين السكيت بورد والعمق، هذا النوع من الناس عايش في خياله بسبب انه حصل اشتراك نتفليكس. طبعا اشتراك النتفليكس هذا بيحصل المراهق حسب الحاله الماديه عنده، يا اما مشحته من صاحبه او بيشريه بفلوس فطوره او من مصروف البابا اللي يعطي فيه في 1000 دينار في الساعه، يحسسك انه موقع عقد مع فريق باريس سان ان جيرمان. المشكله هو تلقاه مش داير ولا شيء في الحياه بس انه دلوع. المهم بعد لا يتصفح لك التيك توك ويتفرج لك على نتفليكس بزياده، ضروري ما يسمع عطله نهايه الاسبوع او سيه ولا بطس، فهو يعجبه الجوي بيبدا كول ومختلف على المجتمع. عرفتوا كيف؟ ليش يحس روحه كول ومختلف على المجتمع؟ لان المجتمع غبي، لان المجتمع ياع مش حافظ اسماء المغنيين والمشاهير. وبعد ما يقنع روحه بهذه البلاده والغباء يبدا يظهر الكولنس متاعها على النت، فيمشي يصور لك رقبته ولا هو مطبس راسه يوري في شعره، لان عارف انه وجهه راح يبشر ب 55,000 سنه حبس، واحتمال ممكن بعدها تاليهم اعدام لو قعدت حي. ويمشي ينزلهم ستوري ويحط اغاني فيها كلمه بيتش وفك ودرينك ودراجز، طبعا الكلام هذا ينطبق على الولد والبنت. وبعدها يشتري لوحه فيها 4 عجلات، واهم من هذا كله يمشي يشتري لك سبيدرو اكبر من راسه اسمه جوردن. هذا جوردن لو مشيت لهم ولقوك مش لابسه على طول راح يتهموك بالتخلف والرجعيه، احتمال حتى تبي تمشي تسلم عليهم لانك كنت تشتري في خبزه ولابس شبشب صباع، راح ينكروا فيك. يو جيت ذا فريك اوت اوف هير، انت مش لابس جوردن، لو سمحت اوت من هنا لان انت مش كول. طبعا كلامهم متاثر بالاجانب بزياده، يقولوا لك كلمتين عربي وكلمه انجليزي، وهذا طبعا ما يدل الا على صغر عقولهم وانهم اللي يسمعوه يعاودوه، لان خلاص صار لهم غسيل مخ، بدوا يشوفوا في الاجانب هم القدوه. لكن تعرفوا الكارثه الاكبر من هذا كله؟ الكارثه الاكبر مش في شعرهم اللي زي منفضه الغبره، ولا في لبسهم، ولا في تقليدهم للاجانب. الكارثه ان مجموعاتهم هذه مختلطه معي زوضان. مثلا تجيلي بنت تقول لها يا اختي الاختلاط حرام وغلط انك تلعبي مع الاولاد هذه اللعبه او اي لعبه ثانيه، كيف ترمسيه وتتقابلي معاه وتصوري معاه وتختلطي معاه؟ مش تعرفي انه حرام وغلط وربي بيحاسبك عليه؟ وهي الادله قدامك، ونتحداك تجيبي اي شيخ يفتي يقول ان الاختلاط حلال، وحتى بالعقل والمنطق مش يغار عليك بوك واخوك ولا مش رجاله هم. انت شن دخلك اصلا؟ ها اصلا هو مجرد فريند، يعني شنو فيها؟ قصدي احنا نلعبوا بالسرعه وما درناش حاجه حرام. واي ار يو متخلف هيك؟ اي كانت بليف نحن في 2023 وفي بيبول زيك. غير اصبر شوي بس، انت قبل شوي كنت تتكلمي ليه يا ستي ما علينا، اهلك راضيين يعني مش بوك واخوتك يغاروا ولا امك تخاف عليك؟ فيرست كل حد حر في حياته كيف يعيشها، وتو اسمها سكند مش تو، انت اسكت. المهم وسكند بابا وماما يعرفوا. اها هو هذا الموضوع، صار المشكله مش فيك، المشكله في اللي يربوك، يعني اهلك ما ربوكش صح. لا شو قصدك؟ انا ما زلت صغيره، اهلي مربيني خير منك انت بهي. ايه واضح، ما انا اللي قاصر ونطلع قبل الليالي ونلعب مع البنات. انا زمان لو يذن المغرب وانا قاعد في الشارع امي تعطيني بالكف على وجهي. برو او بروه بالله لو كنت مجمعت سكيت بورد ومبتليك ربي انك تطلع مع بنات، على الاقل ما تصورش هذا الشيء وتنشره على النت، لان اللي قاعد تدير فيه مجاهره بالمعصيه وقاعد تغسل في روس باقي الشباب اللي في عمرك. لان لو درنا نظام عادي يا برو دع الخلق للخالق. اها شكلك ما تعرفش الايه اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. شن فعل شن معناها يعني؟ معناها يا حبيبي انت لو كل واحد شاف منكر ومعصيه وما تكلمش ولا رد عليها، حتى ولو كان يصيم ويصلي واكبر مشائخ الارض، لكن يشوف منكر وما ينهاش عليه، ربي راح يلعن الجميع، اللي دار المنكر واللي ما دارش. لهذا لا شكرا انا بنتكلم لي انا ما نبيش ربي يسخطني. واكبر مثال للمجاهره بالمعصيه الاغبياء يحط لك في صوره البروفايل صورته هو وحبيبته على اساس هو يا فطور انت يا بقرون ملويه، مش تحب
تحبها وتباها علاش تخلي في الكل يشوف في صورتها؟ يا اخي وين الغيره ولا غير مكسل؟ والبقره اللي معك اهلها ما يشوفوش في الحساب يعني ولا كيف؟ والله الاهل المفروض يتعلموا النت، في اللي ما يفهموش في النت مسكينين، في اللي احتمال لو ابوه تعلم النت ودخلها على حساب ابوه راح تجي جلطه، ابوه اول ما يدخل لحسابه راح يندم انه جابه للحياه اساسا. لهذا خلوني نعطيكم مثال بسيط للموضوع. علاش نموت فيه؟ يا ربي هذه اول 4 ثواني في دموع نزلوا مني اقسم بالله لو تشوفوه. يا رب استغفر بالله سامحوني لكن مضطر نكملوا الفيديو ونشوفوه للنهايه. لأنك تحبني. علاش نعاشقك؟ لأنك تموت فيا. وعلاش كان نلقى نفر ونجيك؟ علاش كان نلقى نطير ونجيك؟ ما قلت لك إنك تعودت. يا حمارة ليه مستحشتك مرة؟ نحب نقدم خالص اعتذاري واسفي من كل انسان شاف هذا الفيديو. انا اسف بجدية، اسف من كل قلبي، اسف على كمية الكرنج والعار اللي شفتها قبل شوية. حاليا انا عندي هلبة اسئلة في راسي. اوكي، اولا ليش سجل مكالمة؟ شو الفائدة يعني؟ ثانيا المصمم الغبي يحط لك في ايموجيات على اساس متاثر برو الفيديو مقزز اكثر منك تشوف واحد يرجع. لا ولا البنت كيف تتكلم علاش ما تتكلمش عادي؟ المشكله لو تلقاه في محل ملابس تقول كم هذه، ولو ما اعطيتهاش سعر اللي يعجبها قريب تاكلك. لهذا بلا كذب وتصنع زايد، كلنا نعرفوا بعضنا. وبرو وات ار يو شكشك، المكالمه قريب 3 ساعات تقريبا. معقوله ما عندكش حياه ولا خدمه تديرها في 3 ساعات كامله؟ انا لو نغيب على ابويا نص ساعه ندخل في عقوق الوالدين. لكن من جهه ثانيه في جانب ايجابي للفيديو هو التعليقات. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي الجيفه. علاش جاي قدامي الفيديو؟ لأن ترى من داعي علي. نصيحة شدوا صلاتكم، الصلاة هي عماد الدين والحب الأول والأخير للأم، هي تستاهل كل شيء حلو وكل خير. هذه تربية ولا بلاش؟ هذه التريس، هذا اللي بوه ذبح له خروف ورباه صح، والخروف اللي ذبحوه له عمره ما حيندم عليه لأنه جاب راجل. صراحة قلنا بنحط لكم فيديو تاني لكن خلاص بجديتها خلاص تقززت وانقرفت. وعموما أي واحد يدير في الحركات اللي فاتوا اللي حكيت عليها أو عنده بنت يقول لها حبيبتي أو الكلام زي في المكالمة هذاك، صراحة نبي نعطيك نصيحة مهمة ويا ريت تمشي بها طول حياتك. في ذات مرة شاعر قال إن لا علاوي حبيب قلبي أبو حسين، أنا خادمكم الصغير، أنت عندك نقص بشخصيتك بسبب أهلك، يجوز سايقين عليك أو ولد المنطقة مسوي لك ميز مال تنمر عليك وعلى شكلك، فلهذا تريد تعوض النقص اللي بداخلك بهيك سوالف فارغة مثلك ومثل صاحبك الثاني. المهم ما تنسوش الاشتراك واللايك، وأهم شيء الاشتراك. خلاص بنوصل ل 200,000، ولو وصلنا ل 200,000 بإذن الله راح ينزل فيديو جديد، لهذا اشترك مش حتخسر شيء. ومنورين شباب وشابات، تشاو.